مساء الخير، يا رب يكون كل الجميع بخير. حالاتي الحلوه اللي عاملين انجاز وعاملين ما شاء الله ما شاء الله نتائج تحفه ما شاء الله. حالتي الحلوه ابتدت 82، احنا النهارده ما شاء الله 73. ابتدت نسبه الدهون بتاعتها 38، احنا ما شاء الله النهارده 34. ابتدت الدهون الحشويه بتاعتها 9، احنا النهارده 6 ما شاء الله تبارك الرحمن عليها. طبعا مع فرق مقاسات، بس هي النهارده مش جايه تكلمني عن الميزان، هي جايه تكلمني عن حاجه تانية خالص خالص احنا غيرناها فيها. قولي لي بقى يا قلبي. كان عندي مشكله في البناطيل، ما بقاش اصلا مقاسي، يعني انا اصلا مش تخينه قوي بس ما بقاش مقاسي ان انا عندي بطن. يعني ده الجزء السفلي مليان تجمع الدهون في الجزء السفلي، فكانت جايه دي مشكلتها ان ما كانتش بتلاقي اصلا مقاساتها في البنطلونات. يعني كمان اصلا انا سني صغير، بس كميه اللغد اللي كانت في وشي مع انهم ما جيناش من ناحيه الوش خالص. الحمد لله عشان احنا مشينا تغذيه. مشناش. وكمان انا كل اللي بيشوفني بيفتكرني نازله فوق ال 30 كيلو. ايوه برافو عليك. هي نازله 10 كيلو على ارض الواقع، بس هي خدت جلسات ميزوثيرابي، وهي جايه تتكلم عن الميزوثيرابي ان هو فرق معاها جدا جدا في المقاسات. مبطلاها اكتر من 3 اسابيع. ايوه بس هي ستيل انا جسمي لسه اصلا بينزل. انا دي كده، دي كانت صورتها يا جماعه اول ما ابتدت معانا. كنت حاسه كمان شويه يعني يعني شوفوا بقى. بس عشان كان عندي فرح، ده كان شكل جسمي. بعدها بفتره كنت خسيت 6 كيلو، ده بعد 6 كيلو، بس كان باين ان هو اكتر بكتير. ايوه بص الوش هنا، يعني مش قادره اقول لكم يعني. ده من قريب. ده بقى الشكل النهائي دلوقتي ما شاء الله. فارق مقاسات رهيب ما شاء الله تبارك الله. اصلا البنطلون فرق جدا جدا. هي كانت مشكلتها في ناحيه القوام، عشان الناس اللي بتقول انه لا الميزوثيرابي ما بيعملش فرق، لا هو ده الفرق ما شاء الله. هي ما كانتش بتلاقي مقاساتها من ورا. ايوه مش عايزه اقول دي حقيقه، بس من ورا كان عندي موضوع كارثه. ايوه ده كل ده نزل. الظهر عندها كان صعب قوي في الجزء السفلي، الهيبس جدا، والرجل كانت صعبه قوي ما شاء الله. لا فرقت خالص، بتلاقي دلوقتي مقاساتك بكل سهوله. انا جبت بناطيل ورجعت اجيب بناطيل تاني، كل شويه الاقي بصي ده اخر حاجه. انا من فوق بقى زي تحت بقى. الحمد لله احنا عملنا نسقنا القوام تحت مع فوق، لان هي زي ما قلت هي كان عندها مشكله في الجزء السفلي. فاحنا النهارده بنتكلم بنقول جلسات تحت القوام بتشتغل على الاماكن اللي مش عاجباك، بنبتدي نشتغل عليها وبنبتدي ننحتها وبننسق فوق زي تحت او تحت زي فوق، او اي مكان مضايقك احنا بنشتغل عليه. وما شاء الله دي حالاتنا على ارض الواقع. هي نازله 10 كيلو ميزان، بس هي فعليا هي نازله اكتر من كده بكتير جدا مقاسات، لان هي فعلا ما كانتش بتلاقي مقاساتها خالص في البنطلونات. الحمد لله احنا فرقنا جدا جدا جدا. كان بيدخل الرجل، كانت الرجل بتدخل يجي عند الوسط مفيش. الحمد لله. انا اصلا كنت جايه بقول لك عايزه اوصل ل 60، تقولي لا 65. انا دلوقتي عايزه اثبت. ايوه هي ما شاء الله دلوقتي احنا هننزل بس ال3 كيلو دول يعني وكده خلاص. ما بقاش فرق. الاول كان دايما بيفرق معايا موضوع اللي هو الميزان بس. برافو عليكي. ما بقاش فارق معايا موضوع الميزان. الميزان يا جماعه هدف، وهدف كويس، بس الاهم المقاسات، لانه انت لما تشتري لبس انت بتشتريه بالمقاس مش بالكيلو. فركز قوي في مقاساتك، لان هو دي الدهون الضاره اللي بتنزل. وطبعا تغيير اللايف ستايل مهم، لان هي كان عندها تكيسات على المبيض، كان عندها مقاومه انسولين الحمد لله، فيتامين د كان واقع خالص خالص. فالحمد لله احنا عدلنا كل ده. البرد بتجيلنا بانتظام ما شاء الله. المقاومه اهم حاجه عايزين نتكلم عليها بقى. البرد جاي بسبب مثلا بال6 شهور ما بتجيش، يعني ده كان من اهم الاسباب برضو ان هي عندها عائق ان البرد ما بتجيلهاش خالص بال6 شهور. كمان المقليات لما منعناها الحمد لله. وشي كان دايما كل فتره كده يطلع لي كام حبايه في وشي او كده. برافو عليكي. ردة فعل من جسمك. الميه والحاجات المقليه. هي طبعا الحمد لله كده ما فيش تكيسات على المبيض ما شاء الله. البرد بتيجي بانتظام كويس جدا. المقاومه الحمد لله ما بقاش فيه مقاومه انسولين، فيتامين د مظبطينه الحمد لله، مع فرق مقاسات، مع تغذيه 100%. وهو ده اللايف ستايل. بنشتغل تغذيه داخليه وبنشتغل تغذيه خارجيه مع نحت القوام. الحمد لله ما فيش مشكله عندنا مالهاش حل. ودايما زي ما بقول دمتم اصحاء وربنا يوفقك، وان شاء الله التثبيت قريب. انا بلبس حاجات ميديوم، والاول كنت بلبس دبل اكس، فلو قارنا في ال10 كيلو ما لهمش لازمه بتاعهم. يعني احنا ما شاء الله يا جماعه فرق كبير جدا. دبل اكس مع النهارده ميديوم، لا فرق كبير ما شاء الله. المصيل بقت 32، كانت الاول 38. يعني دمتم اصحاء، انتم مع ساحره الرشاقه. شكرا.